اعتقد مشكله كبيره. طيب ما دام انكم طريتوا الحكام وهي من خلينا نقول لك اللجان المهمه جدا والحيويه ايضا في اي اتحاد، فما بالك عندنا في المملكه العربيه السعوديه. الحكم الدولي القدير سعد الكثير تحدث بامور مهمه جدا جدا حول التحكيم وحول الاعلام وحول اشياء كثيره ربما تكون مفاجاه الحقيقه للبعض. نتابع الجزء الاول ماذا قال الحكم الدولي سعد الكثيري لزميلنا ضيف الله الصقر. الآن الحكم السعودي يقول إذا طلع خارجيا أنه ناجح. لا، مو صحيح المقولة. الحكم السعودي داخليا وخارجيا، بس الفارق إن ما في هناك إعلام أندية يعني يسلطون الضوء على الحكم، ولا الأخطاء السعودي موجودة داخليا وموجودة خارجيا. الحكم الأجنبي أخطاء موجودة داخليا عندهم، ويجي عندنا برضو أخطاء في جميع المباريات اللي أنا صرت فيها الروابع من 3 سنوات أنا مع الحكام الأجانب أو 4 سنوات، والأخطاء موجودة من الحكم الأجنبي مثلها يمكنها أكثر من الحكم السعودي، بس ما فيه تسليط الأضواء عليه من الإعلام الأندية. على العموم الآن الرياضة عندنا في الرياضة السعودية لن يقضي عليها ولن بالمعنى ينهي الرياضة عندنا السعودية إلا المهاترات هذه والدخول في الذمم، وهذه إذا ما يعني وجد لها العلاج المناسب، ولا أنا أقول لن تجد لا تحكيم ولن تجد رياضة السعودية. أي رياضي منتمي للرياضة في أي سواء حكم إداري إعلامي لازم يكون له ميول، ولا كان جلس في بيتهم اللي ما له ميول ما ينمي ميولها أساسا. يعني اللي عنده ميول طلع حب في النادي هذا في كرة القدم، عشق في كرة القدم، في كرة الطائرة، في كرة السلة، لذلك ما في عيب ان الواحد يكون له ميول. انا ضد المكاشفة. انا هذا خاص فيني انا مثلا، يمكن في 99% يبغون، انا ضد. ليش؟ انا اقول لك الاعلام، انا تمنيت انه يكون في مثلا في امور، مثلا في حوارات خاصة بيننا الحكام، ان الاعلام بعد ما نخلص مثلا الأخطاء وهذا يصير لهم ملخص اللقطات اللي عليها مثلا مثلا الملاحظات، او اللي نقول لك اللي مثلا غيرت مجرى مباراة او هذا، وفيها احداث صايره في المباراة، بعد النهاية يسوون هذه ومؤتمر مع الاستاذ عمر مهنا وانتهى الموضوع. والله مشكلة عندنا تحليل القنوات الفضائية في بدايتها يعني سببت بين الحكام زعزعة قرارات الحكام. يعني يطلع لك واحد يقول هذه فاول، يطلع لك واحد يقول لا ما فاول، هذه طارد يقول لك لا ما هو طارد. يعني تطلع لك مثلا اصبح في تفاوت، اصبح الحكم عندها يعني بدا يفقد ثقة حتى المحللين، يعني ما عاد. لكن لا اتمنى ان يعني ان التحليل يعني يكون شوي يعني مع الحكم اكثر انه يكون ضد الحكم. والله الحمد لله نتمنى عدة شركات وليس بس شركة تويوتا، أو مثلا الحكم في حاجة انه يعني ترعاه كذا شركة. أما بالنسبة لرعاية تويوتا أنا الأمانة ما أدري عن إيش الحكم كم يتقاضى عليها أو كم رعاية، أنا ما أدري والله. أنا ما عندك فكرة؟ ما عندنا فكرة عنه. أنت مع احتراف الحكم كابتن؟ أنا لا. ما أنت مع لا. السبب؟ السبب ان زي ما يقولون مهنة الحكم ما تأكل عيش زي ما يقولون، ولا هي مستقبلها مضمون. يعني ممكن اي وقت يقول لك اي وقت يقول لك مع السلامة، او تجيك اصابة، او يعني ما. يعني احنا في بلدنا نظامنا في بلدنا في السعودية، انا لازم وظيفة حكومية وتجلس. ما يعني وش المردود؟ ما اخذنا مردود الان واحنا هاوي، ما بالك اذا صار الحكم محترف.